ما عندكيش اير فراير وعايز تعملي بطاطس مقليه، تعالي بينا نشوف هنعمل البطاطس ازاي بتتبيله تحفه. يلا بينا نشوف الطريقه ونقول بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه جبت البطاطس وقشرتها وقطعتها صوابع كده زي ما انتم شايفين. انت عايز تقطعيها باي طريقه قطعيها، مفيش اي مشكله. بصوا بقى الخطوه اللي جايه مهمه جدا، ان احنا نغلي الميه كويس جدا، احط فيها ملح واحط فيها شويه من الزيت. تمام كده. هبدا ان انا انزل فيها البطاطس الصوابع اللي انا عملتها. ما تنسوش بقى وانتوا بتتفرجوا كده تدوسوا لايك وشير. اهم حاجه بقى هديها غلوه واحده بس، ركزوا كويس انها تاخد غلوه واحده بس، وهطلعها على ميه ساقعه، تكون الميه سقعانه. ليه بقى بطلعها من ميه مغليه على ميه ساقعه؟ علشان خاطر توقف السوا بتاعها وما تتهرش مني. تمام كده. بعد كده هشيلها من الميه السقعانه وهصفيها في مصفى. تعالوا بقى اما نجهز التتبيله بتاعتنا القمر. التتبيله بتاعتنا عباره عن فصين توم وعليهم ملح وعليهم كزبره ناشفه وعليهم بودره توم، بودره بصل، وعليهم بابريكا وبودره زعفران، وعليهم كمان بهارات فراخ. هحط عليهم شويه زيت. لو انتم مش عايزين تحطوا البهارات دي كلها ممكن تكتفوا ببهارات البطاطس من عند العطار، نفس النتيجه برضو واحده. عايزاكم بقى تشموا التتبيله كده، بجد تحفه جدا. التومه مع التتبيله دي بتدي طعم تحفه هايله، يعني عايزاكم بجد تجربوها وهتعجبكم صدقوني. هميكس بقى البطاطس مع البهارات مع التتبيله دي كده كلها مع بعض كويس جدا. بعد كده هبدا ان انا اجيب صينيه وهبدا ان انا ارصصهم فيها. اكتبوا لي بقى الطريقه اللي انتوا بتعملوا بيها البطاطس وبتعملوها زي كده ولا لا. تمام. هرصصها في الصينيه كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هفتح عليها الشوايه بتاعه الفرن، وبعد كده هحطها تحت الشوايه لحد ما تاخد لون كده وتتحمر، وتاكلوا بقى احلى بطاطس. بصوا شكلها عامل ازاي، بجد والله العظيم تحفه وطعمها حلو جدا جدا. اهم حاجه ما تنسوش لو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. انا ساره جمال من بورسعيد. باي باي حلوين. بابا حوين قطع لايك